ظروف وجات تأمين، وأممنا نفط العراق، خلصناه من أخطبوط الاحتكارات الأجنبية ومن خلف الدول الأجنبية الكبرى الإمبريالية. وكان الأمر يقتضي بموجب الهوية المعلنة في إعلام النظام السوري أن يدعمون هذه الخطوة. اللي حصل أنه كانوا يستلموا عوائد عن الأنبوب اللي مار عبر أراضيهم من الشركات الاحتكارية بعدد معين من السنتات. لما أمم العراق النفط ولما بدأ يبيع نفطه بالسوق الحرة قالوا احنا ما نسمح لنفطكم ان يمر من اراضي سوريا الا بعد ما تزاد العوائد الى ضعف. يابا ليش مو هذا نفط مؤمن؟ انتم كنتوا تاخذون هذه العائدات من الشركات الاجنبيه الاحتكاريه، فاذا ما تقبلون منا عائدات اقل كمساهمه منكم للعراق وهو في دور التأمين، بعد التأمين ذاك الوقت بعد ما أخذ حالته النهائية في النجاة، فعلى الأقل ما لازم تأخذون منا أقل من العوائد المقررة. قالوا لا، ما يمر النفط إلا تضاعفوا لنا العوائد. وحل موضوع العوائد بعد ما أصبحت جهات عربية عديدة على اطلاع بهذا الموقف، وبعدها جاء الفرات. ايش وقت توقت سد نهر الفرات عن العراقيين؟ توقت قبل حرب عام 73 بأشهر. أنا ما أذكر التاريخ، بس هو قبل الحرب. كنا بدنا في أذكر التاريخ. طبعا اللي يريد يسوي حرب عام 73 حتما يعرف بها قبل بأشهر ويعد لها. وانتم على اطلاع شلون نشف نهر الفرات، بحيث حتى مو فقط الانسان ما عاد يجد مي، حتى بعض الحيوانات للفلاحين ما عادت تجد مي. وبهذا الوقت صارت حرب عام 73. وكان قبلها النظام الإيراني، نظام الشاه، كان بادي باستفزازات على طول الحدود وحشد جيشه على طول الحدود. عندما قامت الحرب وسمعنا بها من الإعلام العالمي والعربي، عقدنا اجتماع في القيادة. كانت تناقش آراء عديدة، تطرح آراء عديدة مثل الحال أي قيادة. البعض يقول ندز قوات رمزية، والبعض يقول ان نساعد بالحرب ماديا، والبعض وقد فكرنا انه هذا النوع من الجهاد يتطلب جهاد، وهذا النوع من الموقف يتطلب جهاد ويتطلب موقف بمستوى المسؤولية التاريخية اللي تليق بالعراق وتليق بالثورة اللي نقودها. فاقترحت على اخواني ان نقبل قدر من المغامرة، او بالاحرى قدر من المجازفة حسبناها، وهي ان يستدير الجيش العراقي من الحدود حيث يواجه الاعتداءات الإيرانية في ذلك الوقت والحشود وحشود الشاه، ويستدير إلى دمشق لكي ينقذ دمشق من السقوط، لأن الأخبار بدأت، رغم أن الحرب صار لها يوم واحد، ولكن بدأت تصلنا الأخبار أن وضع الجبهة السورية مزين. وأن نذيع بيان من
مجلس قيادة الثورة على الهواء، وندز نسخة منه شاهران نقول إنه إحنا حاضرين لأن نحل القضايا المعلقة بيننا بالطرق السياسية. وناقشنا في القيادة كثيرا. البعض من رفاقنا كانوا يعتبرون هذه مغامرة كبيرة، وبيهم من يقول إنه إحنا راح نروح نفزع مع جيش ربما لا نستطيع قد وصولنا أن نحرر الأرض، لكن راح نتيح الفرصة لعدو أجنبي آخر لأن يأخذ جزء من الأرض العراقية. قلنا على أي حال حتى إذا اندفع شاه إيران في أراضينا بعد ما ننهي هذه المعركة نرجع له مرة ثانية. ويوم 7 الطيران العراقي صار في داخل سوريا واشترك بالقتال. طبعا من يوم 6 الطيران العراقي اشترك على الجبهة المصرية، لأنه طلبوا المصريين منا سربين من الطائرات الهنتر ناقصا عدد منها، لأن السربين ما كانت متكاملة، لأنه كان بيها مدى بعيد وبيها تسليح جيد اللي هي طائرات الهنتر، وهي أول الطائرات اللي قامت بضرب أعشاش الصواريخ المصرية عبر قناة السويس وداخل سيناء. واستدار الجيش العراقي فعلا قبل أن نسمع رد فعل شهيرة. استدار وحركنا الدبابات قطعت مئات الكيلومترات على السرف. ولما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا